الام بالذات الام المصريه. اليوم ده بيبقى ليه طقوس معينه كده، يعني دايما امك لازم تيجي تلمح لك قبلها بيوم. انت فاهم؟ بس ما تقولكش ايه يا حبيبي عيد الام بكره، لا لا، هي ذكيه جدا. بترميها لك في نص الكلام، يعني تحكي لك اي موضوع وتقوم رميها لك في النص. اللي هو مثلا تقول لك انت عارف ان انا قابلت باباك سنة 92 في كازينو الشجرة اللي في الدقي، واتعرفت عليه هناك، وبدأت قصتنا. انت فاهم؟ ودايما كل حدث بتحكيه لازم يحصل سنة 92. يعني لو ركزت كده هتلاقي بتقول لك انا اتجوزت في 92، خلفت في 92، جبت امتياز ودخلت طب مع انها هي اصلا محامية في 92. فتقول لك بقى ايه، تيجي ترمي لك كلمه ايه، تقول لك عارف يا حبيبي ان انا وباباك اتقابلنا كده سنه 92، كان في كازر الشجره اللي في الدقي. وانت عارف ان عيد الام بكره؟ والله العظيم انت شكلك ما تعرفش. فتلاقي ايه قالتها لك بالسنس. انت فاهم؟ المشكله ان اليوم ده بيترتب عليه حاجات كتير جدا. يعني لو انت جبت هديه غاليه واستنضفت وعجبتها، هتعيش طول السنه في مكرونه بشاميل وبيتزا وبوفتيك ونعيم فوق. تعالى بقى نشوف لو استرخصت، يا لهوي هتعيش طول السنة. بص، تطلع من البصارة تخش في خبيزة، تطلع من الخبيزة تخش في سبانخ، في قلقاس، حياتك اتدمرت. وتلاقي دايما ابوك في اليوم ده على وشه غضب ربنا، وقاعد عامل كده ومكرمش وشه عامل زي الكلب البول دوج. انت فاهم؟ وعمال ينفخ وقرفتوني بس حقه ما هو لازم يجيب لها هدية. انت فاهم؟ وانت بتروح تاخد منه فلوس عشان برضه تجيب لها هدية. فهو بياخد الخازوق دبل. انت فاهم؟ فتحس ان هو عايز يطلقها ويردها بعد يوم عيد الام. حاجات غريبه والله العظيم. المشكله ان امك، يعني انا عايز اسالها، عايز اقول كلمه للامهات: انتوا اتغنى لكم كتير قوي واتعمل لكم كل حاجه وعيد ام ومبسوطين. كان في اغنيه بتقول لك بتباتي وتسهري وتنامي تفكري. حلو، يعني انت بتباتي وتسهري وتنامي تفكري وتصحي تعملي قلقاس؟ يعني ده ايه ده؟ اما خدتي كل الوقت ده في التفكير ازاي؟ كل سنه وانتم طيبين، وربنا يتوب علينا، ربنا يتوب علينا.